وعصام عمل معاهم كام فيديو وعمل رائعة شيفت مسائي، بس ده مش تبع المنصه دي. فيلم شيفت مسائي الفيلم بيحكي عن معاناه الكول سنتر، ومش هيفهم الفيلم ده غير اللي اشتغل كول سنتر. عندك رد محدد على سؤالي؟ ما عندكش طبعا. عارف ليه؟ لان المؤسسه اللي انت شغال فيها مؤسسه فاشله، قايمه على سيستم فاشل، وبيتداروا من فشلهم وراك انت واللي زيك. زين، انت بتشتغل الشغلانه دي من امتى؟ خلينا نخمن. استنى كده، استنى. انت ما كملتش سنه، لان محدش ممكن يستحمل المرمطه دي اكتر من سنه. انا متاكد اني مش اول عميل يشوط فيك، ولا هبقى اخر عميل، وانت ما تقدرش ترد. وبعديها مثل في مسلسل العمارة، وده ما كانش انجح حاجه. وفضل عصام يكبر في الادوار مع الوقت، يعني دوره في منوره باهلها كان ملفت، ودوره في الاختيار برضه كان كويس، كان طالع فيه اخو كريم عبد العزيز. لكن اللي كان باين فيه هو دوره في سوتس، وكان محور يعتبر من محاور المسلسل، وكان ليه مشاهد مهمه كتير، وكان دوره حلو جدا، وده دور علم معاه شويه. وبرضه عمل بعديها بطن الحوت مع محمد فراج.